مصر هي البلد الوحيده اللي مفصله مثل على كل محافظه. يعني بتوع القاهره والجيزه اتقال عليهم ان مالهمش اصل علشان هم جايين من محافظات كتير، يعني علشان الناس رحبت بالضيوف عندها يبقى جزائهم في الاخر ان هم مالهمش اصل. اهل اسكندريه بقى يتقال عليهم ميه مالحه ووشوش كالحه، مع ان الموضوع ما كانش عليهم اصلا، ده كان على الانجليز، واي حد مكبر دماغه يبقى عامل نفسه من بنها، مع ان البنهاويه مالهمش اي علاقه. دي المحافظات التانيه هي اللي كانت بتستعبط ويعملوا نفسهم من بنها علشان ما يدفعوش تذكره القطر بتاع وجه بحري. بس الشراقوه بقى لحقوا نفسهم وقال لك احنا اللي عزمنا القطر، ولا المنايفه طلع لهم مثل شريطين على كمي ولا فدانين عند امي، علشان معظمهم بتلاقيهم في الجيش والشرطه. ولا دمنهور بقى يتقال لك 1000 نوري ولا دمنهوري. نوري يعني حرامي، انت قد الكلام ده؟ يعني 1000 حرامي عادي بالنسبه لك؟ طب خلي حرامي واحد يطلع لك كده ورينا هتعمل ايه. ولا لما تروح دمياط بقى يتقال لك تتعشى ولا تنام خفيف، تشرب شاي ولا انت مش كيف. طب لما انت مش ناوي تعزمني على حاجه من الاول بتديني اختيارات ليه؟ لا يا عم انا هروح على الغربيه، يتقال لك بلدي طنطا. طب يا سيدي اهلا وسهلا، وانا احب اعيش اونطه يا دي النيله. ولا المنصوره يتقال عليهم اولاد لويس. قال ايه؟ علشان الحمله الفرنسيه نزلت عليهم هناك. انت بتتكلم في ايه؟ ده هم اللي هزموا لويس وسجنوه كمان، انت احول يا ابني. خلاص انا هروح على المحله. لا خد بالك، ده انت تصاحب حاوي ولا تصاحب محلاوي. نروح فين طيب؟ حيرتونا معاكم. كفر الشيخ؟ اوعى، دول هم اللي كفروا الشيخ. امال ايه اللي حصل في الشيخ بتاع شرم الشيخ؟ تروح على الفيوم يتقال لك بلد الكتاكيت. مالهم الكتاكيت؟ انت عارف الكتكوت بكام دلوقتي؟ توصل المنيا يتقال لك هو انت من بلد زينب، وهم اصلا ما يعرفوش مين زينب، دي طلعت ست ب 100 راجل. تروح على اسيوط، يعني انت مش لاقي غير بلد اليهود؟ بقى القصايطه يطلع عليهم السمعه دي علشان ما خلوش اليهود يضحك عليهم؟ ولا اسوان بقى، اي واحد من هناك لازم يبقى بكار، ويسالوه عن رشيده مع ان هو ما يكونش اسمه بكار ولا عنده معزه اساسا. ده حتى البدو اللي عايشين لوحدهم في الصحراء اصلا طلع عليهم مثل برضه، قرات عداوه ولا فدان جنب البداوه. لا احنا كده نروح القسم بقى وكل واحد ياخد حقه هناك.